جاب لها كيكة وعصير علشان يغتصبها، وما فرقش معاه ان هي من ذوي الهمم ولا ان هو راجل كبير وعنده 70 سنة. تعال اقول لك ايه اللي حصل. خلود بنت من محافظة الدقهلية، بنت من ذوي الهمم، عقلها مش كامل يعني. طبعا مامتها بتقول ان هي غلبانة خالص، ولكن الناس في المحافظة وفي البلد بتاعتهم كلهم بيحبوها، وهي بتحب الناس جدا، والناس مسميينها البركة. في يوم كانت نازلة تجيب فينو، ومامتها كانت بتقول ان خلود يعني عندها كده مرض ان هي ما بتشبعش تماما مهما تاكل. فكانت نازلة بتجيب فينو، لقت الراجل الكبير دوت اللي عنده 70 سنة بيجيب لها عصير وبيجيب لها بسكوت، ومن حبها في الأكل قال لها لو انت عايزة العصير والبسكوت دول تعالي معايا للبيت. راحت طبعا معاه للبيت واعتدى عليها اعتداء جنسي بشكل كامل، لغاية ما أم خلود اتفاجئت إن جارتها بتقول لها تعالي الحقي بنتك مرمية عند فرنة العيش بتاع الفينو. لما أم خلود نزلت، الجارة بتاعت اللي هي كشفت الموضوع حكت لأم خلود، قالت لها أنا اللي غطيت بنتك وأنا اللي استرتها وأنا كمان اللي نزلتها بإيدي. الغريب في الموضوع إن أم خلود كانت بتقول إن الراجل ده اعتدى على بنتها لمدة 4 أيام. راجل كبير عنده 70 سنة، بدل ما يقرب من ربنا ورجله جوه ورجل بره زي ما بنقول، بيعتدي على بنت اعتداء جنسي بشكل كامل. طبعا ام خلود وكلت محامي، ولكن ما قدرتش ان هي تمشي في الموضوع علشان معهاش فلوس ان هي توكل محامي بشكل كامل. بتستغيث برئيس الجمهورية، بتستغيث بالنائب العام، بتستغيث بكل المسؤولين ان هم يجيبوا حق بنتها الغلبانة اللي من ذوي الهمم، اللي من راجل مجرم وكمان عنده 70 سنة. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه رأيكم في الواقعة ديت، واتمنى تشيروا الفيديو لاكبر عدد ممكن علشان الفيديو دوت نفسي ان هو يوصل للمسؤولين. وقولوا لي في كومنتات ايه انسب عقاب ياخده المجرم ده.